عملت تبييض اسنان وبعد كده اسنانك لونها غامق تاني؟ طب تعالى وانا اقول لك ليه. بعد تبييض الاسنان في شويه حاجات مهمه جدا جدا لازم تتجنبها. اي حاجه فيها لون زي ايه يا دكتور؟ زي البيبسي، القهوه، نسكافيه، الشاي، المكرونه اللي هي لونها احمر. اي حاجه فيها لون تجنبها تماما. ايه ده، هتجنبها طول العمر؟ لا، تجنبها يا صديقي لمده اسبوع او 10 ايام او اسبوعين لو انت يعني ايه جامد. وقتها لون اسنانك الابيض هيثبت معاك لفتره طويله قوي. لكن برضو ما ننساش ان حتى لو عملت كده اسنانك برضو لونها هيغمق، لكن على فترات طويله. يعني ممكن بعد 3 سنين 4 سنين تحس ان اسنانك لونها بدا يغمق تاني شويه، وتبقى ممكن تفكر ان انت تروح تاني لدكتور اسنان تعمل كمان مره جلسه تبييض. لكن ان انت اسنانك تغمق بعد شهر او شهرين، يبقى ده معناه ان انت مش ملتزم بغسيل اسنانك وتنظيفها بصفه دوريه، وكمان بدأت تستخدم حاجات فيها ألوان في أول فترة بعد تبييض الأسنان، وبتكون لسه أنسجة السنة مفتوحة، وبالتالي بيدخل فيها التصبغات بشكل سريع من تاني، وأسنانك لونها يغمق وفلوسك تروح عليك، وتقول التبييض بتاع الدكتور ده مش أحسن حاجة. في حين ان الموضوع كله في ايدك انت. الدكتور رجع لك اسنانك للونها الطبيعي، انت اللي مسؤول تحافظ عنها، مش الدكتور. هيعمل لك ايه؟ مش معاه ضمان. اتكلمنا كده في الفيديو ده عن كل حاجه بتخص تبييض الاسنان. ما ننساش بقى نعمل لايك، لان لايك دي معناها شكرا على المجهود والتعب والحاجات والصرف والحاجات الكتير دي. كان معكم دكتور عبد السلام محمد، والى اللقاء.